تعال جاي خلاص بس ما هو. يا عبد الله يا ابن حسين، يا عبد الله يا ابن حسين، الله لا يرحم الاثنين، الله لا يرحم الاثنين، الله لا يرحم الاثنين، الله لا يرحم الاثنين. يلا تعود. خلاص يعني حتى الشعب السوري يعني قرفان عبد الله. الشعب السوري قرفان عبد الله، وانتم يا اردنيين بعدكم يعيش. تدروا والله اني حكيتها زمان، طبعا نحكي مع المتة السورية دعم. يعني الملك هذا لو عنده شعب زي سوريا زمان قلعوه. المشكلة يا اخوان بالملك والمشكلة بالشعب. الشعب الأردني مشكلته يعني يفكر إنه العالم كله أعداء له وأعداء للسردية تبعته والرقم الوطني تبعه. يا خلو اخلص من عبد الله عليم، الله غير تجيك أيام يشهد الله غير تندم إنك من زمان ما قلعته. فهمتوا علي يا خلو؟ فأنتوا مشكلتكم بعدكم خايفين، بعدكم متمسكين بعبد الله. الشعب السوري انتفض، فهمتوا علي؟ ما رضى يكون خانع وذليل. 14 سنة حرب مع بشار الكلب. لو انه عبد الله عندهم زمان قلعوه، ما استنوا عليه. لا والله يا خلو، رئيس الوزراء جولدا مائير شو حكت بهالزمانات؟ قالت راح تتفاجئوا انه جبنا اولادنا وسلمناهم كراسي عندكم يا العرب. فهذا هو الواقع اللي انتم شايفينه حاليا. الموضوع كلهم يا زلمه امريكان ويهود المستلمين البلاد العربيه، من الامارات للاردن لغيرها كثير. فتظل يعني انتم حاليا محكومين من اسرائيل بالاردن. وارجع اقول لكم تعلم اللغه الاسرائيليه، جايكم ايام خرا. اقسم بالله اني ما ازل عليكم، فكوني بمزح معكم، والله جايكم ايام خرا. تعلم اللغه عشان يعني من الرسول قالك تعلم لغه قوم عشان تخلص من مكرهم. فهمتوا علي؟ وانت تعلموا اللغه. جاكم ايام خرا مع النظام العردني الاسرائيلي الصهيوني. ثانيا شو اللي مسكتهم عنكم يعني اليهود؟ لأنكم يعني زي حجاب حاجز يمنع أي دولة تصل إسرائيل. يعني إسرائيل ذكية، تقول لك أنا لو احتليت الأردن أنا راح أصير بوز مدفع، ما في إشي يساعدني عشان أتوسع. تمام؟ فيقول لك خلي الأردن صفي، تساعدني وتدعمني وتدافع عني، أكون أنا يعني. شو اللي بيخلي إسرائيل على أكثر من جبهة، على غزة، سوريا، لبنان، وحربها مع إيران؟ لأنه هي خلاص تقول لك الأردن بتساعدني على أنها تبعد هجمات إيران وأنا أتصفى للبنان ولا سوريا لغزة. فهمت شو الفكرة؟ فهو يا إخوان إسرائيلي أكثر من الإسرائيلي، وصهيوني عبد الله صهيوني أكثر من الصهيوني نفسه. هو بخدم مصالحهم. زي ما حكينا، زي القصيدة بتحكي لو في واحد سكرجي طول نهاره رايح على الخمارة يسكر، يشرب ويروح وما يبين عليه. فلقاه واحد فشافه دائما نايم بالخمارة نوم. فهمت علي؟ زي البار هذا يا خلو، زي البار هذا نايم بالخمارة نوم يا خلو. فهمت علي؟ فلقاه فقال له، حكى له المشرب ليس بعيدا، الخمارة مش بعيدة، المشرب ليس بعيدا، ما جدوى ذلك، فأنت كم الإصفنج تمتص الحانات ولا تسكر. نفس السالفة عبد الله يمتص زي الإصفنج، يمتص كل العدوان على إسرائيل. فهمت علي؟ ويا ريت يطلع بفضيلة، يا ريت يطلع، ويا ريت يتشكروا، بالعكس يطلع يبهدلوا. فهمتوا يا خلو؟ هذا الواقع. فأخلصوا من عبد الله قبل ما يخلص عليكم. البين اللي هدكوا واحد يقول الثاني.